مهما الدنيا اتطورت من حوالينا، هنلاقي نفسنا في أوقات كتير بيكون عندنا حنين للماضي، ولكل حاجة بتحسسنا بالزمن الجميل. ولو كنا بنحس بإعجاب بده لما بنشوفه في المباني الحديثة، خصوصا الفخمة منها، هنلاقي نفسنا بنحس بانبهار وحنين لما بنشوف المباني القديمة اللي موجودة في وسط البلد. وسط البلد فيها مباني عظيمة بتحسسك بطعم تاريخ القاهرة الجميل، ومنها العمارة اللي هنتكلم عنها النهاردة، وهي عمارة ديتريستا أو المعروفة بعمارة أسكيورازيوني، واللي بتقع في منطقة البورصة المتفرعة من شارع قصر النيل. ما تيجوا نعرف حكاية العمارة دي ونتفرج على جمالها. العمارة بناها المهندس الإيطالي العظيم أنطونيو لاشايك سنة 1911، وكان المهندس أنطونيو وقتها كبير مهندسين قصر الخديوي، وساب بصمات كبيرة في العمارة بتحكي عن فنه ومهارته، زي الكنيسة البطرسية بالعباسية والمقر الرئيسي لبنك مصر وقصر الطهرة وكتير من الأماكن والعمارات اللي موجودة في وسط البلد. يعني يعتبر أنطونيو لاشايك ده هو المؤسس لمعظم العمارات الجميلة في وسط البلد. والعمارة بتقع في شارع قصر النيل، وبتعد من أجمل وأعرق عمارات وسط البلد، وشيدت على الطراز الكلاسيكي المستحدث، وهو طراز انتشر في تلك الفترة، محاولا أن يجد لغة معمارية جديدة بتجمع ما بين عناصر العمارة المحلية وبين العمارة الأوروبية، وامتازت بالبناء المختلف اللي خلط ما بين الطراز الأوروبي والمصري مع بعض. عشان كده جمالها الخارجي هيشد عينيك لما تبص عليها، هتلاقي فيه رسومات كتير منقوشة عليها وزخارف إسلامية مع نقوش أوروبية. وبناء العمارة تولته شركة تأمين إيطالية، وفضلت العمارة تابعة ليها فترة كبيرة لحد ما انتقلت ملكيتها للحكومة المصرية. وعايزة أنوه لحاجة، إن العمارة دلوقتي تابعة للبنك المركزي، وطبعا أنا معرفتش تصورها لكم من الداخل. بس هي بيحكوا عنها، بيقولوا إن لما تدخل العمارة هيخطفك جمالها الداخلي وهتحس فيها بريحة الزمن الجميل. أنا كان نفسي بصراحة إن أنا أدخلها من جوه وأصور، لكن طبعا ده ممنوع. العمارة مساحتها حوالي 1330 متر، وبتتكون من 5 طوابق إدارية. ولأن العمارة تحفة معمارية، قررت الحكومة المصرية سنة 2015 تجديدها، علشان كل عشاق الجمال المعماري يحسوا بجمالها. وزي ما قلت لكم في أول الحكاية، إن المبنى كان تابع لشركة تأمين إيطالية، بس نسيت أقول لكم إن الشركة اسمها جينيرالي، أسست سنة 1831 في مدينة تريستا في إيطاليا، وهي الأيام دي هي واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم. والعمارة بتطل أو بتقع على 3 شوارع معروفين جدا في وسط البلد: شارع قصر النيل، وشارع البورصة، والعنوان بتاعها بالظبط هي 12 شارع علوي بمنطقة البورصة. العمارة دي تاريخها بيمتد لأكتر من 100 سنة، وهي بتعتبر من أقدم وأجمل عمارات شارع قصر النيل. يا رب تكون جولتي عجبتكم، وعايزة أقول لكم ما تنسوش إن أسرار وحكايات وسط البلد معايا أنا مولي الحشاش، وأشوفكم في جولات جديدة. باي باي.